فيديوهات اكله جديده من كل محافظه جديده. انا وانتوا هنلف العالم ان شاء الله من هنا. بس طبعا قبل ما نلف العالم لازم نلف كل محافظات مصر بلدي الجميله، علشان في محافظات كتير انا ما اعرفش عنها اي حاجه خالص، ومتاكده ان في بنات برضه ما تعرفش اي حاجه عنها. بما ان احنا بنات وبما ان احنا لازم نبقى عارفين حاجات كتير قوي عشان نوريها ونعلمها لاولادنا، فهنبدا من المحافظات بتاعه بلدنا. ومحافظه النهارده اللي سالت تشات جي بي تي عليها هي كفر الشيخ. فهنعرف شويه معلومات بسيطه عن كفر الشيخ، وهنعمل اكله كمان من كفر الشيخ. هو اقترح عليا نعمل فته، فهنعمل فته وكمان هنعرف شويه حاجات عن كفر الشيخ زي بحيره البرولوس. وكمان لازم نعرف ان كفر الشيخ بتتميز بالزراعه زي ما انتم شايفين. اول ما تلاقوني لابسه لكم الزي الفلاحي القديم تعرفوا ان احنا هنتكلم عن محافظه خاصه بالزراعه. وده ليه؟ لان الزي ده رمز من رموز بلدنا، علشان تبقوا عارفين ان في حاجات معينه كده بتعتبر رموز لكل بلد، زي العلم مثلا وزي الزي. في بعض الملابس كده اول ما بنشوفها بنعرف اللبس ده منين وتبع اي بلد، زي الملابس المصريه بتاعت الست البسيطه الفلاحه المصريه الاصيله. فاول ما تلاقوني لابسه كده تعرفوا ان احنا جايين من محافظه كلها زرع. وطبعا احنا فاهمين وعارفين كويس قوي ان اصل مصر هي الزراعه، من ايام سيدنا يوسف لما مصر بالزراعه انقذت كل الدول المحيطه. احنا لازم نعتز ببلدنا كويس قوي، ولازم نبقى مبسوطين ان احنا مصريين. وقبل ما يكون في صناعه او اي حاجه ثانيه بنشتغل فيها دلوقتي كان اصل مصر الزراعه، علشان كده ارضنا مهمه جدا لينا. ويلا بينا دلوقتي نبتدي نعمل الاكله بتاعتنا بتاعت النهارده. اول حاجه هنجيب حلتنا الجميله ونحطها على النار علشان نشوح اللحمه، لان المفروض الوصفه زي ما تشات جي بي تي قال ان هي فيها شوربه علشان نستخدمها للفته. فانا مش عارفه بقى اهل كفر الشيخ يقولوا لي هل فعلا الاكله دي هي المشهوره عندكم ولا في اكلات تانية اشهر من كده؟ انا بالنسبه لي المعلومات دي كلها جايباها من تشات جي بي تي، فيا ريت تصلحوا لنا المعلومات اللي هتلاقوها محتاجه تتصلح في الكومنتات، علشان انا والبنات كلها نعرف اكتر عن محافظه من محافظات بلدنا. يلا بينا بقى نحط اللحمه عشان نشوحها. دلوقتي بقى هنحط طماطمايه وبصلايه صغيره وورق لورا وحبهان، ونبتدي نقلب. الريحه طلعت من عندي، مش عارفه بقى وصلتكم ولا لا. هنحط بقى الميه السخنه اللي سخناها، ونسيبها تستوي ونرجع لكم تاني. حاجه هنحط الزيت، هنحط الثوم. مستعدين بقى نعمل الصلصة بتاعتنا الفظيعة. اول حاجة كان عندنا توم مفروم حطيناه في زبدة فلاحي، ومش عايزة اقول لكم بقى على ريحة الزبدة الفلاحي من قبل ما ناكلها. بعد كده حطينا الخل بتاعنا وشوحنا الاتنين مع بعض. عايزة اقول لكم الريحة فظيعة، تخيلوها. بعد كده بقى هنحط الصلصة عليها بعد ما نشوحهم شوية مع بعض. هنحط الصلصة ونقلب كله مع بعض علشان يتجانس. وعايزة اقول لكم طعمها فظيع، انا عايزاكم تتخيلوا، لان الناس اللي جربوا الزبدة الفلاحي هيبقوا عارفين الزبدة طعمها ايه. دلوقتي بقى جبنا الطبق بتاعنا اللي هنحط فيه المكونات، ونجيب العيش. هنقطع العيش الهوا مش في صالحنا خالص. دلوقتي بقى مرحله الشوربه، هنحط الشوربه على العيش. ودلوقتي بقى مرحله الرز. دي اكله مصريه اصيله للبنات اللي بيشوفونا من بره مصر. مش عارفه عندكم اسمها ايه، بس هي عندنا اسمها فته. دلوقتي بقى ده شكل الطبق، وهنحط عليه الصلصه.
فظيعه. وكده بقى طبقنا المميز خلص، وكمان رحلتنا في كفر الشيخ النهارده خلصت. تفتكروا بقى المحافظه الجايه ان شاء الله هتبقى ايه؟ ويا ريت تقترحوا عليا محافظات وتقولوا لي المعلومات كمان واشهر الاكلات عندكم، علشان كل العالم والناس كلها تعرف عننا وعن بلدنا الحبيبه مصر.